نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. مرحبا بكم في قناه اسماء وندر. اليوم ما شاء الله غنعدو مع بعضياتنا البغرير اللي كيجي ما شاء الله ما شاء الله متقب بحال الشهد، واللي اكيد غادي ينجح معكم مع اول تجربه مع اسرار النجاح ديالو. بطبيعه الحال غادي نتبعوا. كنحتاجوا في هذا البغرير هذا 3 ديال الكؤوس ديال السميده، بطبيعه الحال كاس ديال العنبه اللي كنت من قبل عبرته ودرتو في هذه الزليفه هذه، معلقه مطوبه ديال الدقيق الابيض، معلقه حتى هي مطوبه ديال السكر السنيده بطبيعه الحال، معلقه كبيره، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره من خميره الخبز بطبيعه الحال، معلقه كبيره ديال الخل، 4 ديال الكؤوس ديال الماء الدافئ، وجوج كيسات ديال خماره بالحلوى من وزن 16 غرام، يعني 8 ديال الغرام في كل وحده، وجوج خمارات من فئه 18 غرام، يعني وحده فيها 8 غرام بطبيعه الحال. يلا غادي تتبعوا معنا. كنحتاجوا الخلاط الكهربائي اللي كنضيفوا ليه 4 ديال الكؤوس ديال الماء الدافئ، كؤوس تكون ممتلئه بطبيعه الحال. ها الكأس الاول، ها الثاني، ها الكأس الثالث، وها الكأس الرابع. غادي نضيفوا ديك المعلقه ديال السكر، الملح، الدقيق، وهذيك الخميره ديال الخبز معلقه كبيره كيف قلت، وهذوك 3 ديال الكيسان ديال السميده كيف قلت العبار كاس العنبه. غادي نطحن كلشي في الطحان الكهربائي ونرجع معكم بعد قليل. هنا طحنتو لمده ديال 3 ديال الدقائق. غادي نضيفوا دابا هادوك 2 خميرات. ضروري تتبعوا معايا هاد البغرير هذا، هاد الطريقه اللي كندير معكم انا كيف قلت، وغادي ينجح معكم من اول تجربه، وانا غادي نعطيكم الاسرار ديالو كيف قلت من البدايه. ومن ضمن الاسرار ديالو هي هذه، كيتنحن 3 ديال المرات. ضفنا الخميره، غادي نطحنوا دابا المره الثانيه ونرجع معكم عاوتاني بعد قليل. اخر اضافه هذيك المعلقه الكبيره ديال الخل، ونطحنوا عاوتاني مباشره بدون اختمار. غادي نبداو نطيبوا البغرير بعد ما نطحن. صافي انا كملت الطحين دابا ديال البغرير. غادي نخويه في شي بول. هانتوما القوام ديالو كيفاش كيجي. صافي هانتوما شوفوا الخليط كيفاش كيجي القوام ديالو. صافي ندوزو مباشره بدون اختمار كيف قلت نبداو نطيبوا فيه. يلا خليكم معنا. بسم الله. انا درت غير كميه صغيره على حساب حنايا ما بيناتناش بزاف، حنا غير 2 ديال الافراد في الدار، ولكن نتوما لو بغيتو تدوبلوا الكميه ديالكم كدوبلوها بطبيعه الحال. هانتوما شوفوا تبارك الله كيفاش كيتسقى. نتمنى يكون ظاهر عندكم امام الشاشه. تكونوا دايرين شي بلاطو ديالكم عليه شي منديل باش اي وحده طيبتوها تغطيو عليها باش كيبقى سخيخن وكيبقى رطيب. تبعوا الوصفه كيما عطيتها لكم وغادي تنجح معكم ان شاء الله. انا بدلت له الشكل ديالو اليوم، ما بغيتش نديرو في المقله دائريه، درتو في المقله مربع، بدلت له المنظر شي شويه. انا كنبغي محمر من حيت كاين اللي كيخليه غير ابيض، ولكن انا كنبغي نحمرو حيت كيعجبني غليظ. ما كيعجبنيش داك البغرير اللي كيكون رقيق، كيعجبني هكذا غليظ شباعي. البغرير اللي كانوا كيديروا الوالدينا في المجمر على ديك الفراحيه ياك الفراح ديال الطين، كانوا كيمسحوا بالصابون، يمسحوا بالكتانه ويرميو بغريره وديك اللذه اللي كتجي فيها. يا سلام. والله العظيم ما كاين ديك اللذه، سبحان الله. هذيك اللذه اللي كنا كيديروا والدينا، ديك اللذه واخا دابا كيصدق معنا البغرير وهذا، ولكن ماشي بحال ديك اللذه تاع الامهات ديالنا ايام زمان. باقي كنتذكر كان عندها سبحان الله واحد الشار، واحد هي كطيب الوالده الله يرحمها، وحنا جالسين قدامها كنبقاو نشوفوا كيفاش كطلي ديك المقله هكذا، ديك الفراحيه بالصابون وتمسحها بالكتانه، عاوتاني ترمي البغريره وكتفكع تبارك الله ما شاء الله، وديك الريحه اللي كتطلع منه. سبحان الله. دابا كلشي الوسائل طورت، داكشي تاع زمان ما بقاش.
عصر الصورة دابا كلشي بيه فيه، وحتى الخاطر الانسان مابقاش عنده باش يدير داك التقاليد تاع شحال هادي. تبارك الله ما شاء الله. كيقول لك بغرير كيتعين. واش نتوما معايا ولا ضد؟ كاينه والله الصراحه زعما كاينه بغرير كيتعين. شي مره كيكون معك شي واحد ولا شي حاجه كتنوض تعد ليه ما كيصدق لك سبحان الله، واخا كديري نفس الطريقه المعتاده شي مره ما كيصدقش. ما عرفناش واش من العين ولا من السميده ولا ما نعرف، الله اعلم. كاين اللي كيقول لك بغريره الاولانيه ما كتصدقليش والاخرانيه ما كتصدقليش. وبصح شي مره كتوقع. هي البغريره الاخرانيه صافي انتظرونا تنشوفوا مع بعضياتنا في طبق التقديم مع عنب وراكم شفتوا صافي. ولكن ضروري نحطوه في الطبق ونصوروه صوره مصغره. يلا الى الملتقى ان شاء الله. ها البغرير ديالنا فاش وجد جا على هذا الشكل هذا. كاين اللي كيبغيه بالعسل، كاين اللي كيبغيه باملو. انا كيعجبني فيهم بجوج، كنخلط العسل مع املو وانا ما عندك. نتمنى ان شاء الله يعجبكم تعجبكم الوصفه ديال اليوم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله ووصفه اخرى. دمتم في رعايه المولى وحفظه. ما تنساوناش كيف العاده بجيم بارطاج، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. طبعا دابا شي برير ديال اتاي فعل تارك وشي 3 ولا 4 ديال البقريرات. هما اللي يشبعوني وحده ما تشبعنيش ولا جوج، راه ما عندك. يلا خليتيكم الراحه وتبارك الله عليكم، في امان الله.